انا هرفع قضيه على البراند بتاعت الالوان دي. اتفاجئت ان هم عاملين صندوق كامل لادوات الرسم باسمي انا. رحت اتخانق معاهم، لقيتهم بيقولوا لي طب بس جربي الصندوق ده وشوفي الادوات اللي فيه وبعدين قولي رايك. لقيت جواه 5 الوان اكريليك جواهم شيمر او جليتر كده، لقيت العلبه التحفه دي، وكمان لقيت فرش جميع الانواع. فقررت اعمل تحدي ما بيني وما بين نفسي ان انا ارسم بس باستخدام الادوات اللي داخل البوكس من غير ادوات من بره، طبعا ما عدا القلم الرصاص. قعدت افكر بقى هرسم ايه هرسم ايه هرسم ايه، بجد ما كنتش عارفه هرسم ايه خالص. واللي كان مصعبه شويه التحدي اللي انا عملته مع نفسي ان انا لازم استخدم الوان جوه الصندوق فقط. فلقيت كل حاجه في الصندوق جليتر جليتر جليتر، فقلت بس مفيش غيره ليب جلاس. فتعالوا بقى نرسم رسمه كانها اعلان لليب جلاس. اول حاجه بدات بسكتش كده بسيط قوي لوش بنت، المفروض ان هي واجهه الاعلان يعني البنت دي. خليت شعرها قصير كده عشان ما عنديش خلق، وتحت على جنب كده رسمت علبه ليب جلاس وكأن واقع منها حبه كده على جنب. الناحيه التانية قلت هرسم شفايف، وتعالوا بقى اوريكم اسهل طريقه ممكن نرسم بيها شفايف. اعملوا سيف للفيديو ده عشان هينفعكم بجد. الناس اللي كانت بتسالني برسم الشفايف ازاي، دي اسرع واسهل طريقه. دايره بيضاويه وشويه نقط وشويه تفاصيل بس بقى عندنا شفايف، ومن فوق كده كتبت ليب جلاس وشويه نجوم وبس كده. جبت كوبايه الميه المعفنه بتاعتي، وبصوا اللون بيعمل ايه في الميه، بجد كنت عايزه اشربها بس يعني ما حدش يقول لي ايه القرف ده. اخترت اللون ده عشان هو اقرب لون للليب جلاس. ونسيت اقول لكم ان انا اخترت الفرشه دي عشان اعرف اعمل بيها تفاصيل كبيره وصغيره في نفس الوقت. وبدات بقى الون كله بلون واحد عشان بجد ما كنتش عارفه استخدم لون تاني. كان نفسي ادرجه باللون الابيض بس طبعا قلت ان انا مش هستخدم اي حاجه من بره الصندوق، فرسمت كله بنفس اللون. ووش البنت بقى حسيت ان انا مش هعرف الونه هيبوظ مني، فقلت احدده بالرصاص وخلاص. اعمله سيف عشان برضو برسم الحواجب هنا بالتفصيل. الشعر بقى وانا عارفه انتوا هتتخانقوا معايا بس انا كسلت اعمله فشخبطته. نيجي بقى لاهم فقره وهي فقره الجليتر. نسيت اقول لكم ان اللي هيطلب البوكس بتاع توقع ده، مبسوطه قوي وانا بقول بوكس توقع، هعمل معاه فيديو تحدي لمين فينا هيطلع احلى رسمه بس باستخدام الادوات اللي جوه الصندوق. البوكس ده هتلاقوه عند ارت مانيا وانا هحط لكم اسمهم في كل حته تقريبا. المهم بقى نرجع لموضوعنا. الجليتر ده على فكره بيستخدم على الوش وبيطلع بكل سهوله بالميه. هتقولي لي عرفت منين؟ هقول لكم عشان جربته عادي يعني، بس خلي بالكم هو ما بيتاكلش، طعم وحش. هتقولي لي عرفت منين؟ يعني ملكوش دعوه.